اليوم غادي نهضروا على مسلسل اللي مانسبيري من امثله الكهف ديال افلاطون. هذا المسلسل سميتو الصايلو اولا الصومعه، اللي كيعاود الاحداث ديال مجموعه ديال الناس تقريبا شي 10,000 شخص من نهار حلوا عينيهم وهما عايشين تحت من الارض، سادين عليهم في صومعه على شكل 144 طبقه اللي مقسمه على حسب الرتبه ديالك في المجتمع. هاد الناس ما عارفينش علاش هما تما اولا شكون يبدا ديك الصومعه. الحاجه الوحيده اللي عارفينها هي انه شحال هادي طرات شي حاجه في العالم الخارجي اللي خلات الدنيا غير خلا والقفار، واللي كيخرج كيموت. وهذا الشيء عارفينه غير حيت كيشوفوا كل نهار التلفازات وسط من هاد الصومعه كتوريهم المنظر الكارثي والجثث ديال الناس اللي خرجوا على برا. غير وكان مع الوقت واحد المره غادي تبدا تحس بشي حاجه ماشي هي ديك في القصه اللي عارفينها على العالم الخارجي. واش بصح الحياه على برا خيبه كيف ما كيشوفوا؟ وشنو طرا شحال هذه اللي خلاهم يعيشوا تحت من الارض؟ ولا كانت الدنيا برا مزيانه؟ علاش ما باغينهمش يعرفوا الحقيقه؟ وهنا في ناس بدا الرحله ديال البحث على الحقيقه، رحله اللي شبعان غموض تشويق وفلسفه. اللي عجبني بزاف في المسلسل هو الكتابه الذكيه ديالو. المسلسل كيخليك تخدم دماغك مزيان، كتحس براسك بحال راك واحد من الناس اللي محبوسين تحت من الارض وباغي يعرف الحقيقه. بشويه بشويه كتبدا تعرف القوانين ديالهم كيفاش دايره، شكون اللي كيلعب بالخيوط ديال القوه والسلطه في الصومعه. واللي مزيان القصه اكثر هي انه التسلسل ديال الاحداث كيخليك تفهم شنو طاري دقه دقه. كل ما كتفهم شنو واقع كل ما كتزيد تفوندي في الميستير ديال الصومعه. هادشي اللي كيخلي المسلسل عنده واحد المارج كبير ديال التطور. الا كنتي من الناس اللي كيعجبهم المسلسلات ديال الغموض والتشويق، المسلسلات اللي كيخليوك تخدم دماغك، سايلو هو احسن مسلسل تقدر تشوف دابا.